يلا ابدأ. آه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنشرح الأول أول سيكشن عندنا في البيج داتا، وهو الماب ريديوس. دي الأجندة بتاعتنا، يعني لما نشوفها أول حاجة الانترودكشن بتاعت الهادوب ماب ريديوس اي بي اي. زي ما احنا عرفنا ان الماب ريديوس ده هو ده بروجرامنج موديل جميل وفريم ورك من الاتش من الهادوب، صح؟ اول حاجه اللي هو بيتعامل مع لارج داتا سيت، وفي شويه الجوريزمات فيه زي المابر والريديوس هنبدا نعرفهم دلوقتي. دول شويه اي بي اي يعني بنشتغل عليهم، او شويه كلاسات بنبدا نشتغل عليهم عشان نعمل مابر وريديوس. اول حاجه البيزك ايديا بتاعت الماب ريديوس. انت عندك ثلاث حاجات: الماب والشافل والريديوس. جميل. عندك اول حاجه الماب لو احنا بيكون عندنا مثلا شويه حاجه يعني داتا داخلنا اهي، زي مثلا الطماطمايه والفصايه والبصلايه دي، وبنبدا احنا نعمل لهم سبليت، بنقطعهم لشرايح كده او قطع عشان نبدا نتعامل مع الداتا بتاعتنا. جميل. اما الشافل ده اللي هو احنا بنجيب الحاجات المكونات اللي احنا محتاجينها، جميل، بنجمعها كده مع بعضيها عشان ايه؟ نعمل مثلا الساندوتش اللي احنا عايزينه ده. الريديوس اللي هو بنجمع الساندوتش كله مع بعض عشان ايه؟ نبدأ ناكله. باختصار، ان انت عندك دلوقتي الداتا جايه لك في الايه؟ في الاتش دي اف اس. تعمل حاجه عليها اسمها انبوت فورمات. ايه هي الانبوت فورمات دي؟ الانبوت فورمات دي اللي هو في كذا، يعني في كذا ستراكشر، كذا نوع من الانبوت فورمات هنبدا نتكلم عليهم يعني ان شاء الله في الفيديو بتاع المحاضره. بس باختصار اللي هو انت بتمسك بيكون عندك الداتا فيها كذا لاين. جميل. فاحنا بنبدا نمسك لاين لاين ونبدا نعمل له سبليت، يعني بنفك الداتا دي عن بعضيها ونمسك لاين لاين. ففي حاجه اسمها انبوت سبليت، اللي هو احنا مسكنا اللاين هنبدا نعمل له مابر. المابر ده اللي هو بيقطع اللاين لكلمات، يعني مثلا لو عندك كلمة مثلا زي اي بي سي، اي بي سي ده لاين مثلا. فاحنا نمسك الاي بنفصلها، والبي لوحدها والسي لوحدها. وزي ما احنا عرفنا ان المابر بياخد حاجتين، هما الكي والفاليو. الكي والفاليو بتاعتنا، الكي اللي هي الحروف بتاعت الكلمة دي، الورد بتاعت الكلمة، والفاليو اللي هي عدد التكرار اللي اتكررت ايه في اللاين ده. في فانكشن اسمها كومبير. الكومبير دي هنبقى ناخدها يعني قدام، مش دلوقتي. وبنبدأ نجمع بقى الحاجات المتشابهة ما بين بقى الداتا بتاعتنا في حاجة اسمها الشافل اند سورتنج. بنبدأ نجمعها ونرتبها، وفي الآخر بتخش على الريديوسر بتاعنا، بتطلع لنا حاجة اسمها ايه؟ اوتبوت فورمات، اللي هو الحاجة اللي احنا عايزينها، وبتتحط برضو بترجع تاني في الاتش دي اف اس. فهو احنا كده هنحتاج ايه من الرسمة دي كلها؟ هنحتاج الانبوت سبليت والمابر في السكشن ده يعني، والمابر وال والريديوسر. اول حاجه ماب ريديوس بيبقى فيه حاجه اسمها، بيبقى فيه ثلاث حاجات منهم: الدرايفر والمابر والريديوسر. دول الثلاثه اللي احنا هنشتغل عليهم. اول حاجه، يعني ايه درايفر اصلا؟ ده عبارة عن ده الكود اللي بيتحط على الكلاينت، بيحطه على ماشين كونفيجر، بيعمل كونفيجريت. ده بيقول لك باختصار ان الجوب بتاعتك دي هتعمل ايه، او الجوب دي انت حاططها اصلا عشان ليه. اي حاجة بالاحمر انا عاملها كده دي معناها ان هي كلاس. فانت عندك الجوب والجوب كونتكست، ده كلاس عبارة عن انترفيس احنا بنعمل له امبلمنت عشان نبدأ نعرف الجوب بتاعها بتعمل لنا ايه. والجوب برضو بيسمت الجوب، قصدي درايف ده بيسمت الجوب في الكلاستر بتاعي. جميل. طبعا الجوب بيطلع لنا حاجتين، اللي هي انبوت او اوتبوت. يعني هي جوب بارامترز، من الاخر دول البارامترز بتوعي اللي بيطلع لنا الانبوت والاوتبوت. ففي حاجه اسمها الجوب كونفجريشن. الجوب كونفجريشن دي اللي هي تقدر تقول عليها كده الكلاسات اللي موجوده، اللي الجوب بيقدر يعمل عليها، اللي بيقدر يعمل عليها البروسيس بتاعته. فاحنا عندنا كلاسين. اول حاجه المابر والريديوسر. المابر ده بيبقى ليه حاجتين اللي هم الكي وفاليو، الانبوت والاوتبوت، كي وفاليو ده تايب. والريديوسر بيبقى ليه نفس الكلام، انبوت واوتبوت، الكي والفاليو ده تايبس بتاعتنا.
ففي عندي حاجه في زي ما احنا عرفنا الكونفيجريشن ده الفايل انبوت ديستروي، يعني ده اللي بيطلع لي الانبوت والاوتبوت. جميل. ففي احنا زمان احنا عرفنا بيطلع لنا انبوت واوتبوت، ففي حاجه اسمها فانكشن جاهزه اسمها فايل اوتبوت فورمات سيت اوتبوت باث. ده اللي بتبدا تحط له الباص بتاعك اللي باص الداتا بتاعك اللي انت عايزه يعني. فهي دي دي الفانكشن اللي بتطلع لك الاوتبوت اللي انت عايزه، بترايت الاوتبوت اللي انت بتاع الداتا اللي انت عايزه. احنا اتكلمنا عن الاوتبوت، فاكيد هيبقى في فانكشن تانية بتاعت الانبوت. ففي برضه في فانكشن بتعمل كونفيجريشن اللي هي اسمها فايل انبوت فورمات سيت انبوت باث. ودي اللي بتريد منك الفايلز بتاعتك، وبتبدا تطلع عليها ايه، تعمل عليها مابرز، وبتبدا تطلع لك او بتبدا تشتغل عليها يعني في البروسيس بتاعت المابرز. في برضو فانكشن تانية اسمها هادوب جلوبال باترنز. دي انت طبعا دي بتعمل ايه؟ بتقرا كل الداتا بتاعتي، يعني الداتا بتاعتي بتقراها كلها مره واحده. فانا هتلاقيني كاتب هنا وير هاوس بابليك سيلز مثلا، دي داتا سيلز، ده اكزامبل مثلا، وانا عامل استريك. استريك دي معناها ان هو هيقرا كل الكولومز بتاعتي وكل الداتا بتاعتي. وفي برضو حاجة تانية لو انت عايز تقرا سنجل فايل في الداتا بتاعتك. جميل. في حاجة اسمها فايل انبوت فورمات اد انبوت باث، ده ساعتها بيقرا لك سنجل فايل واحد بس. في حاجة طبعا مش مفهومة طب لحد دلوقتي. لا كله تمام يا عبد الله زي الفل. تمام. تمام. جميل. فهو قال لك الدرايفر ده، يعني انا باختصار كده الدرايفر ده هو المين، هو ده المين بتاع الجافا اللي احنا بنعمل فيه كودنج للفانكشن والكلاسز بتاعتنا، وبنبدا ايه نرن الكود بتاعنا. جميل. يعني ده عشان لو حد لسه مش فاهم يعني ايه درايفر، هي كده يعني بتتقال كده. احنا عندنا كذا جوب، يعني مش بيبقى عندنا جوب واحده بس، لا بيبقى عندنا كذا جوب. فهو قال لك الست درايف كونفيجريشنز، قال لك احنا نعمل احسن حاجه اسمها جلوبال يوزنج هادوب كونفيجريشن. دي تعمل ايه؟ تعمل لي كل الجوب اللي تحتي فوق، وكل ما يجي جوب عليها الدور ابدا انا اعمل ايه كولينج ليها واعمل عليها البروسيس على طول، حاجه جلوبال من الاخر. جميل. فهو بيقول لك هو لو انت عندك مثلا جوب انت خلاص مش محتاجها، او في جوب اصلا مش موجوده، فبيبدا الهادوب ساعتها بيوز هادوب ديفولت فاليو، بيبدا يحط ديفولت فاليوز. جميل. ففي برضو حاجه بيقول لك هنا الجوب اوبجكت تو سبيسيفاي ذا جوب نيم. انا مثلا انا قبل ما بدي اسم للجوب طبعا، وببدا اتشيك اشوف الجوب دي هي هتطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزه ولا لا. ده طبعا بعمل عليها اوبجكت، يعني بعمل اوبجكت من الجوب ده. ففي في حاجه اسمها الويت كومبايليشن. دي عباره عن ميثود. جميل. موجوده في الكلاس في الجوب كلاس بتاعنا. تعمل ايه؟ في حاجه اسمها لوجز. لوجز دي هناخدها قدام يعني لسه. يعني باختصار ان اللوجز دي تقدر تقول عليها مش عارف هعرف اشرحها دلوقتي ولا لا، مش حاسس العمليه تبقى معقده. فممكن بس احنا نعرف الويت فورمات كومبايليشن دلوقتي لحد ما نيجي للحوار اللوجز ده ونبدا نقوله يعني. بس هو عشان حوار كبير يعني. كمان يعني معظم الفانكشن دي، يعني في حوار المابر في فانكشن كتيره قوي 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 وكلاسات كتيره قوي قوي. انا طبعا مش هعرف اغطيها كلها. هي موجوده كلها في الكتاب، في شابتر 3 يعني لو حد عايز يعرف اكتر. الويت فور كومبايليشن دي كانت منهم، بس يعني لها علاقه باللوجز، وهنعرف اللوجز دي قدام بتعمل ايه يعني. بس هنعدي السلايد دي دلوقتي، ولما يجي اللوجز نبدا نفهمها يعني بشكل اكتر. فدخلنا هندخل في حته الانبوت فورمات. احنا عرفنا ان بعد ما الداتا بتجيلنا حته الانبوت فورمات. الانبوت فورمات دي بتنقسم لكذا حاجه. جميل. دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتبدا تقطع لك يعني مثلا بيبقى انت عندك شويه كيز مثلا معينه، فبتبدا تعمل لك سبليت على الكيز بتاعتك. جميل. بس هو ليها كذا ستراكشر معين بتبدا تعمله لك يعني. هنعرف برضو الانبوت فورمات بالتفاصيل بتاعتها في المحاضره، في الليكتشر، في الفيديو بتاع المحاضره يعني. فالمهم ان الاكزامبل مثلا ان عندك حاجه اسمها تكست انبوت فورمات. دي بتشتغل از ديفولت.
دي بتعمل ايه؟ اللي انت عندك مثلا الفايل بيبقى عباره عن تكست، فانت بتبدا لما تيجي تعمل سبليت لللاين بتاعك، فهو اللاين بيعمل سبليت من حته معينه، يعني مش بياخد اللاين كله، بياخد مثلا لاين وحته من اللاين التاني، فدي تبقى عندنا غلط خالص يعني في عمليه البروسيس. دي فانكشن موجوده. جميل. في حاجه برضو اسمها لاين ريكورد ريديود ريدد اصلا. دي بتبقى عباره عن ايه؟ كي وفاليو. الكي بتاعنا هو اللاين اوفست اللي موجود في الفايل، اما الفاليو دي اللي بتبقى موجوده في الاخر، هتلاقيها في اخر اللاين بتاعك باك سلاش ان، دي اللي بتقول لك خلاص اللاين ده خلص وهنخش في لاين جديد. فعندنا حاجه اسمها كي اند فاليوز. الكي اند فاليوز في الهادوب بتاعنا دول عباره عن اوبجكت، يعني بارامتر موجودين عندنا في كل حاجه ليها كي فاليوز، زي ما عرفنا مثلا ان المابر ليه كي فاليوز والريديوسر ليه كي فاليوز. جميل. فانت عندك اللي الفاليوز بتعمل اوبجكت بتمبلمنت حاجه اسمها رايتابل، هنعرف يعني ايه رايتابل. والكيز بتبقى ليها اوبجكت تاني بتمبلمنت حاجه اسمها رايتابل كومباربل، هنبدا نعرفها برضو في السلايد الجايه ان شاء الله. حد في حاجه طبعا، في حاجه طيب مش مفهومه لحد دلوقتي؟ لا، كله تمام كده. لو في حاجه مش مفهومه حد يقول، يعني عادي مش مشكله. هو ما حدش رفع ايده. تمام. حلو. يعني ايه بقى؟ يعني ايه رايتابل؟ يعني ايه اصلا رايتابل؟ ده عباره عن انترفيس ان هدوب. يعني انت مثلا هتلاقي لما اجي اكتب الكود، هتلاقي بيقول لك حاجه اسمها انت رايتابل، سترينج رايتابل، دبل رايتابل كده يعني. فاهمني؟ فهي دي عباره عن الداتا تايب بتاعتك وبتحط رايتابل. ليه رايتابل؟ عشان دي الانترفيس بتاعت الهدوب، فانت لازم تكتبها. والرايتابل بتستخدم مع، يعني بتيوز فور داتا تايب حاجه اسمها سيرياليزيشن ودي سيرياليزيشن، هنعرفهم برضو اكيد في المحاضره الجايه في الفيديو. هو معظم الفيديو ده يعني الانفورميشن اللي فيه او النولج اللي فيه من المحاضره يعني الجايه يعني ان شاء الله. باختصار خالص السيرياليزيشن دي بتعمل ايه اصلا؟ دي اللي بتتعامل مع الداتا بتاعتي باختصار يعني. يعني انا اي تول ببدا استخدمها بتتعامل مع داتا، لازم استعمل حاجه اسمها سيرياليزيشن باختصار دلوقتي كده. جميل. عندنا زي ما قلت الداتا تايبس في الهدوب، في حاجه اسمها انت رايتابل او سترينج او تكست على حسب بقى ما الداتا جايه لي يعني. طيب يعني ايه رايتابل كومباريبل؟ دي عباره يعني تقدر تقول عليها كده، لو انت عندك اصل الرايتر والكومباريبور دي بتتعامل مع كيز، مع تو كيز. فانت عندك مثلا لو عندك كي A وكي B مثلا، فهو بيبدا يعمل سورت عليهم او يسبلت في الاول، وبيبدا يعمل سورت للاوردر اللي موجود عندك ده. فهو انت عندك بتعمل رايتابل عادي، بعد كده بتعمل ايه؟ كومباريبل، اللي هو انت بتعمل سورت للكي اللي بعد ما تعمل سبليت طبعا للاي والبي، وتبدا تحط الداتا في مكانها الصح، وبتبدا ايه؟ بتعمل سورت عليهم. زي انت مثلا هو بيقول لك هنا determine their order، بيعمل الاوردر. يعني عندي اكزامبل مثلا، لو انا عندي ابل وكات ونمبرز وكنمبرز اوردر، فهو ايه؟ هو مش فاهم، يعني هو مش فاهم الداتا اللي هو جاي له دي، الماشين مش فاهمه، فهو بيبدا يعمل لهم سورت، بيبدا يعمل ايه؟ الاوردر بتاعه. وهنا زي ما انا قلت النود دي الهدوب بيمبلمنت التايب، يعني انت ممكن تمبلمنت الاثنين الرايتابل اند الرايتابل كومباربل. المابر بقى احنا كده خلصنا، يعني لو طلعنا طبعا خلصنا هنا احنا خلصنا كده الدرايفر. يعني ايه درايفر؟ بكل الفانكشن اللي عنده. هنبدأ ناخد المابر بتاعتنا. المابر بتاعتنا الموبر ده بيشتغل على ايه؟ ده كلاس بنعمله. يعني انا قلت اي حاجه بالاحمر كده ده عباره عن كلاس. الكلاس ده بنعمله بيبقى فيه سنجل انبوت سبليت. يعني ايه؟ يعني زي ما انا قلت الداتا بتاعتي بتبقى مثلا بيبقى فيها كذا لاين، فالمابر ده بيبدا ياخد اللاين ويبدا ياخد لاين واحد بس ويبدا يشتغل عليه ويعمل له سبليت. جميل. فهو ده كلاس احنا بنكستند الفانكشن مابر لمابر بيس كلاس. جميل. المابر ده بيبقى ليه كي فاليو انبوت اند اوتبوت، يعني ليه كي فاليو انبوت وكي فاليو اوتبوت. المابرز ده عباره بتوفر رايد حاجه اسمها ماب دي ميثود بتباصص ليها الكي والفاليو والكونتكست بتاعك. جميل. ايه هو الكونتكست ده؟ اليوز
رايت انترميديت اللي هو اللي فيه الداتا انفورميشن بتاعنا، اللي فيه بيبقى فيه كل الجوب كونفيجريشن وبيبقى فيه كل الانفورميشن اللي احنا محتاجينها من الداتا. اما الريديوسر نفس الكلام، الريديوسر بيبقى ليه ايه؟ ده اللي بيعمل كونكاتينيشن او بيجمع الداتا تاني يعني، او بيجمع اللي بيخرج من الريديوس او من الشافل يعني باختصار. ده بيبقى ليه برضو كي اند فاليوز. جميل. وبيبقى فيه كلاس برضو اسمه ريديوسر. ده بنبدا، او في ميثود اسمها ريديوس. الميثود ريديوس دي بتبدا تعمل بنبعت لها والانترميديت بتاعنا اللي هو في الاخر اللي هو الكونتكست من الاخر يعني. بس فهي دي الميثود بتاعتها. ده الباصص الانتربل اللي احنا بنحط ليها. بس هو ده شرح اللي كان في السكشن بالتفاصيل. هنبدأ نخش في حتة الكود. بس أنا عندي مشكلة للأسف في ملف الجار. مش شغال على اسمه إيه ده، على الكلاوديرا. فأنا هكتب كده حاجة يعني. نقلت الكود بتاعي على ويندوز. اشتغل على حاجة يعني لوكال شويه بس. يعني مش هعرف ارن للاسف الكود. بس الكود انا متاكد منه انه صح يعني، عشان انا رنيت عندي بس حصل مشكله يعني بعد الرن ده. فهو يعني الكود هكتبه يعني مكتوب. هبدا اشرح فكره الكود وازاي الطريقه بتتعمل. وبعد كده ان شاء الله يعني السكشن الجاي هبدا ارنه معاكم واشرحه تاني ريفيجن يعني. جميل. آه نبدا نخش في الكود. اول حاجه، هو الكود ده ظاهر عندكم ولا لا؟ لا لسه ما ظهرش. تمام، ثواني. هو بيحمل اهو. ثواني افتح بس عشان انا كنت عامل الشاشة على ال... على الباوربوينت بس. شير سكرين تاني. كده الكود باين. كده الكود باين ولا لسه؟ لسه تمام. بيفتح. تمام، باين كده. انا عندي لسه ما فتحش. انا اه باين باين اهو، عندي. باين ظهر. تمام. ظهر. اول حاجه في حاجه يعني هنبدا بقى نعمل امبورت للحاجه بتاعتنا اللي احنا عايزينها. احنا قلنا هنعمل امبورت لايه؟ اول حاجه كونفيجريشن بتاعنا. جميل. اللي احنا هنحتاجه. والجوب. الجوب اللي هي اللي احنا قلناها، اللي هو بتعمل الحاجه معينه، التاسك معين اللي احنا عايزينها. المابر والريديوسر بتاعتنا. والفايل انبوت فورمات والفايل اوتبوت فورمات. جميل. في حاجتين لازم تحطهم عندك. انا اي ثينك يعني اللي هو لو انت ما حطيتهمش هيجي لك ايرور. اللي هي اي او اي اكسبشن وسترينج توكنايزر. سترينج توكنايزر مهمه اصلا. التاني اللي ممكن ما ترنش هوريها لكم خلال الكود. جميل، ثواني. ماشي. ده فهو انا عملت اول حاجه كلاس بتاعي اسمه ايه. في حاجه في كود باين قدامكم. في حاجه مش باينه ولا اكبره اكتر؟ لا انا باين كويس. تمام. عملت كلاس سميته سمبل وورد كاونت. ده الكلاس اللي هيبدا يعمل سبليت للورد بتاعتي. فانا اول حاجه، اول فانكشن هعملها، اول كلاس هعمله هو المابر. تمام. فانا عملت هنا الكلاس عادي اسمه مابر سايد. بس انا اكستند حاجه اسمها مابر. طب المابر بتاعنا ده هياخد ايه؟ اربع حاجات زي ما انا قلت. الاوبجكت بتاعنا. جميل. والتكست اللي هيطلع لنا والانت الانتربل اللي انا قلت عليها. جميل. فانا عملت حاجه اسمها انتربل يعني حاجه كده ستاتيك فاينل سميتها 1. جميل. فانا هعمل ايه؟ نخش يعني على الكود بتاعتي على طول يعني، وبعد كده نبقى نرجع. في حاجه البابليك فويد. عملت حاجه الكي والفاليو بتاعتنا اللي احنا المفروض ناخدهم والكونتكست. جميل. الحاجتين اللي المفروض يعملوه لنا يعني تطلع لنا يعني لو في اي حاجه يعني لو الكود ما حطيتش فيه الحاجتين دول اي ثينك اللي هو ممكن يطلع ايرور زي ما قلت. الاي او اي اكسبشن والانتربرايت اكسبشن. جميل. فانت لازم تحط الاثنين دول يعني عشان ما يطلعلكش ايرور. فانا عملت كده، عملت حاجه اسمها سترينج توكنايزر. طب وسميتها اي تي ار. طب السترينج توكنايزر دي بتعمل ايه؟
تبدا تاخد الفاليو بتاعتك وتبدا تعمل لها سبليت. جميل. فانا عملت ايه؟ خدت الاي تي ار اللي هي سترينج توكنايزر بتاعتي وحطيتها في لوب. ليه؟ عشان يبدا يمشي لي على اللاين كلها كلمه كلمه ويبدا يعمل سبليت. يعني مثلا لو عندك كلمه هلو وورلد يبدا يفصل لك هلو عن وورلد. جميل. وفي فانكشن اسمها هاز مور توكنايز، دي هتلاقيها برضه يعني مجرد ما تسرش. فانا قلت له هاخد الوورد اللي هي الكلمه اللي انا لو لقيت الوورد ده هتلاقيه عامله برايفت فاينل وورد كده تكست. التكست بتاعي اسمه وورد، التكست اللي هي الجمله لاين. جميل. عملت منه اوبجكت. فالمهم قلت له الوورد بتاعي دوت سيت اللي هو السيت بتاعتي خالص، لقيت الاي تي ار نيكست توكن. يعني انا دلوقتي خدت اللاين جت عند كلمه هلو. جميل. انا عملت سبليت ما بين هلو وورلد، هبدا اخش على الكلمه اللي بعديها وهكذا بقى. ايه الكونتكست اللي المفروض يطلع لي في الاخر؟ الوورلد الكلمه، والوان ايه هو الوان؟ هو الكلمه الانتربل اللي هو القيمه اللي هتطلع لي في الاخر، اللي هو مثلا لو طلعت هلو. جميل. هيكتب لي جنبها واحد، وورلد هيكتب لي جنبها واحد كده يعني. جميل. اللي هو عبد الكلمه مش الله، متكرره في الكلاس معاك. هو انت بتعمل سبليت بالفانكشن اسمها نيكست توكن دي؟ سبليت بعمل لا فين النكست توكن دي فين؟ انت بتعمل سبليت للكلمات عن بعضها ازاي؟ في فين حاجه اسمها اللاين اللي سترينج بيعمل كده؟ اهو، سترينج توكنايزر. سترينج توكنايزر ده انا سميت فاريبل منه اسمه اي تي ار. جميل. الاي تي ار دي بتعمل ايه؟ دي بتاخد الفاليو بتاعك تو سترينج وبتبدا تعمل لك عليه سبليت للداتا بتاعتك. طب ما هو كل اصلا في فانكشن اسمها سبليت بتعمل كده على طول. لا بس اللي احنا خدناه يعني في السكشن اسمها سترينج توكنايزر، يعني انا بشرح زي السكشن. لو كتبت سبليت من اصل انا اي في ثينك السكشن مش عندي هيرن. بتستخدم سبليت. طب بس المهم التوكنايزر دي انت مش بتكتبها كده، يعني هو ليها امبورت من فوق ماشي. اهي تمام. امبورت جافا يو تي اي ال سترينج توكنايزر. عادي سبليت صح برضو، بس اللي كانت مشروحه في الكتاب سترينج توكنايزر هتلاقيها في شابتر 3. جميل. تمام. طب ده كود المابا، في حاجه مش واضحه فيه؟ لا تمام كده. تمام تمام. هبدا اخش بس على سؤال، بس الكود. معلش، هو انت عامل كلاس كود جوه كلاس؟ ده كلاس؟ لا هو كلاس. كلاس جوه كلاس عادي مش مشكله. ما انا كده كده هبدا ايوه. يعني هعمل كولينج للكلاسات دي كلها في الدرايف بتاعي، في الدرايفر بتاعي اللي هي المين. ماشي ماشي. فاهمني؟ لما نيجي عندها هوريك يعني. المهم كود الريديوس سميته برضه ريديوسر سايت وعملت اكستند منه لايه؟ للريديوسر. الريديوسر بياخد برضه اربع حاجات. ايه هما؟ اللهم صل على النبي. التكست والانتربل بتاعي، والتكست برضه اللي بيطلع لي في الاخر، والانتربل دي الانبوت والاوتبوت يعني اللي بيجي لي. جميل. فانا هعمل هنا حاجه اسمها public void reduce. دي بتعمل ايه؟ بتاخد الكي بتاعي والفاليو. جميل. وفي حاجه اسمها اسمها ايه دي؟ الكونتكست. وحاجه اسمها ايه؟ التريبل بتاعتي اللي هي الانتربل يعني. جميل. الكي والفاليوز الموجودين عندي والكونتكست اللي بيطلع لي في الاخر. وطبعا الحاجتين الاي او اي اكسبشن والايه والانتربريتد اكسبشن. بعمل ايه هنا؟ انا هنا طبعا يعني بجمع. فانا عملت فاريبل سميته انت سم 0 ايكوال 0 بيبدا من الصفر. عملت لوب بينتربل قيمه الفاليو بتاعي لحد الفاليو في الاخر اللي هيجي لي. وببدا اعمل ايه؟ بصم بقى. يعني مثلا لو انا عندي كلمه هلو بعد ما جمعتها هلو طلعت لي مثلا في كلاس مرتين. ويعني فانا عملت إيه؟ حطيت جنبيها اتنين، عملت صم جنبيها، عملت لوب خليت تشوف لي كلمه هلو دي اتكررت كم مره وحطيت فيها جنبيها قيمه الفاليو. جميل. ونفس الكلام بقى وورلد مثلا اتكررت اربع مرات فبقيت نفس الكلام وبي ايه بيريتيرن حاجه في الاخر. في حاجه اسمها ريزلت. ايه الريزلت دي؟ الريزلت دي انا عملت فيها فانكشن بتاع كلاس فوق اسمه قصدي اوبجكت فوق سميته ريزلت. ده انتربل من نوع الانتربل. الانتربل دي ايه؟ اللي هو الفاليو او القيمه اللي هتطلع لك في الاخر اللي هي عدد التكرار من الاخر. وحطيت فيها ايه؟ الصم بتاعي.
والرايت الكونتكست بتاعي بقى يطلع لي الكي الكلمه، والريزلت ايه، وعدد الكلمه اتكررت كام مره، هي دي الريزلت. فانا بقيت الكونتكست بيديني الكي بتاعي والريزلت بتاعتي. تمام كده؟ تمام. في حاجه مش واضحه برضو يا ياسين؟ عشان تاخد بالك كل دول في كل ده، يعني الاثنين دول انا دلوقتي عامل كلاسين، ايه هم؟ 3 كلاسات. في كلاس كبير اسمه سيمبل وورلد كاونت، ده اللي بيبدا يعمل لك الكود كله، ده اللي بيبقى فيه كل الكود. ويبقى في كلاسين جواه، ايه هم؟ الماب ريديوسر وايه، قصدي المابر والريديوسر. جميل، تمام. عشان برضو ما تكونش تايه. مم. يعني كده خلصنا كود المابر وكود الريديوس، هنبدأ نخش في كود ايه؟ الدرايف. هعمل ايه انا في الدرايف؟ انا طبعا بشتغل على داتا، فانا هنا شغال على داتا اسمها بتاعت شكسبير، حاجه كده شكسبير يعني حاجه كبيره. هنا مش عارف اجيبها لكم عشان حاجات كتيره، بس على العموم هو ده الانبوت فايل بتاعي والاوت الاوتبوت بتاعي. فانا عملت ايه؟ انا اول حاجه عملت الكونفيجريشن بتاعي، عملت حاجه اسمها كونفيجريشن كونف، وعملت اوبجكت يعني من الاخر. والجوب بتاعتي جبتها تاني اهي، وعملت الورلد كاونت. الورلد كاونت ده اللي هو ايه؟ الحاجه اللي انا عايز اطلعها، يعني اللي هي الورلد، كلمه وورلد وكلمه كاونت. في حاجه اسمها انا هبدا بقى اعمل كولينج لايه؟ للكلاسز بتاعتي. فانا عندي الكلاس، اول كلاس اسمه ايه عشان ابدا اجيب الماب والريديوس؟ حاجه اسمها سيمبل وورلد كاونت، اللي هو ايه؟ اسم الكلاس ده اهو. جميل. فده ايه؟ دوت كلاس، ده انا جبت كده الكلاس بتاعي. آه وبعد كده جبت المابر، الكلاس بتاع المابر، عملت له كولينج. انا طبعا فانكشن كومباينر لسه مش هشرحه دلوقتي، هتبقى في السكشن الجاي ان شاء الله. وعملت للريديوسر، عملت كودينج للريديوسر سايت بتاعي. وفي السايت السيت اوتبوت كي كلاس، اللي هي التكست اللي موجود في الكلاس، سواء كان اللهم صل على النبي، في المابر او في الريديوسر. والانتربول بتاعي. جميل. طب انا عملت الانبوت الفايل انبوت فورمات ليه؟ عشان يبدا يشوف انهي ستراكشر هتعامل معاه. زي ما قلنا الفايل انبوت فورمات ليها كذا ستراكشر، هنبدا نعرفه في المحاضره الجايه. طب انا بديهم ايه؟ البارامتر بتوعي الجوب، والباس بتاعي الارجيومنت لازم يكون بزيرو. جميل. والفايل انبوت الاوتبوت قصدي فورمات الجوب برضو، والارجيومنت اللي هو الباس بتاعي بواحد. ببدا اعمل ايه؟ سيستم اكزايت الجوب بتاعتي دوت الايه، الكلمه الحاجه اللي انا قلتها في الاخر، اللي انا قلت هشرحها المره الجايه، اللي هي ويت فور كومباينيشن. دي بتدي قيمه، لو القيمه اللي طالعه لك بزيرو، يبقى كده الفايل الحاجه اللي طلعت لك دي صح. ولو القيمه طلعت لك بواحد، فالحاجه اللي طلعت لك دي غلط. تمام. ده تمام. ايه؟ ده الدرايف بتاع الدرايفر، او تقدر تقول عليه المين. انا هجرب ارن، بس ما اظنش انا هشتغل زي ما توقعت. هو اصلا بيرن من التيرمينال. عادي، لا هو انا شغال على لوكال، مش شغال على، في مشكلة عندنا. ايوه، انت بتاخد اصلا الحاجات في الارجس اوف زيرو، هي تحت في الارجس اوف زيرو الارجس 1، فانت بترن على التيرمينال. بالظبط، ما عندي بقى مشكلة انا في الموضوع ده. فانا قلت يعني تمام. اجرب كده على الفيجوال لحد ما اشوف اصلح الحتة بتاعت الموضوع ده هناك في الاكليبس على الكلاوديرا. وبعد كده ارجع يعني ان شاء الله السكشن الجاي هرن الكود قدامكم على كلاوديرا يعني، ونبقى نعمل ريفيجن سريع عشان لو خدنا اي حاجة جديدة. ان تمام كده؟ شاء حد عنده الله. اي سؤال؟ لو في لا، حد عنده تمام. سؤال. خلاص تمام. محدش رافع ايده. تمام. تمام. تمام ماشي، شكرا.